نرحب بصاحب فيلمنا فيل. كنا زمان بنصحى نغسل وشنا، اما دلوقتي كل واحد فينا بيصحى على موبايله. لو انت شفت قبل كده مدمن، ففيل مدمن اكتر منه، مدمن موبايله. تخيلوا واحد فينا يتصاحب على واحدة من خدمة العملاء وتوجهه على كل حاجة في حياته. وصاحبنا فيل ما بيفارقش تليفونه ولا لحظة. صاحبنا فيل شغال في جريدة وده مديره، وتاني يوم وهو في طريقه للشغل بيخبط في واحدة وبيقع تليفونه على الارض، وما بيفتكرش يقولها سوري، ولكن بيتفقد تليفونه الاول. فبتقول له الاهتمام ما بيطلبش. بيبتدي يعتذر لها وبيعرف ان هي شغاله في محل عجل. خليكوا فاكرين كيت عشان هنرجع لها مره تانية. وما بيكملش كلامه وبيخبط في واحد تاني، ولكن بيوقع التليفون وبيدشدش خالص، وبيضطر انه يروح يغيره ويشتري واحد تاني جديد. وراح يشتري موبايل من الست الاموره دي اللي هزقته على انه اسوأ من المدمن نفسه. واما فيل اخد تليفونه وروح بيه على البيت. وطبعا فيل بيرحب بموبايله الجديد وبيقول له اهلا وسهلا بيك معايا. وبتبتدي جيكسي بتقول له اهلا فيل، وقالت له انت موافق على سياسه البيانات اللي احنا هنتفق عليها دلوقتي؟ قال لها موافق عليها. قالت له طب اقراها. قال لها لا مش هتفرق، انا مش عايزه اقرا حاجه. فقال لها انا موافق على كل حاجه وكل اللي انت تعمليه. وبالفعل نقلت كل المعلومات واخدت كل الباسوردات منه، لانه كان مسجل باسورد واحد لكل الاكونتات بتاعته. وقالت له انا موجوده هنا علشان اخلي حياتك احسن. وقال لها انا جعان دلوقتي اطلبي لي حاجه كلها. وابتدى يقول لها اطلبي لي سلطه باللحم. فابتدت تطلب له السلطه بس. قالت له دي هتخلي حياتك احسن، مش انا قلت لك هخلي حياتك احسن؟ وتاني يوم بيجهز، واول ما بيركب عربيته بيطلب من جيكسي احسن واسرع طريق. وابتدت جيكسي تديله خريطه الطريق اللي هي في 14 دقيقه، وبيقول لها شغلي لي موسيقى على ذوق. وبيبتدي باغنيه هاديه وبيقول لها ايوه ده اللي انا عايزه. بتبتدي تديله اغنيه مهيبره وابتدي توديه الطريق السريع. عايزه اقول لكم حاجه على فيل، ان هو جبان جدا وما بيحبش يمشي من الطرق السريعه. وطبعا فيل بيمشي غصب عنه في نفس الطريق، وعمل حاجه عمره ما كان يتجرأ يعملها، انه يمشي بسرعه جدا وفي طريق سريع وبيسمع اغنيه مهيبره. ووصل لشغله في وسط الاجتماع. جيكس بتحرجه وتقول له قد ايه ان الاجتماع غبي وممل، وابتدى يطرد من الاجتماع ويخرج. اما فيل راح لمحل الموبايلات تاني وقال لهم خدوا الموبايل بتاعكم ده مش شغال وفي عيوب كتير، حتى سياسه البيانات غلط. وابتدوا بالفعل يدوله موبايل جديد. واول ما خده وروح البيت ابتدى يوافق على سياسه البيانات تاني، وطلع بنفس الغباء. وابتدت جيكس تهدده انها هتبوظ حياته لو ما مشيش ورا كلامها، وانهم خلاص كانهم كتبوا الكتاب كده. وقال لها بما انك موجوده بقى دوري لي بقى على حب حياتي اللي كانت شغاله في محل العجل اللي شفتها من اول نظره وحبيتها. وبالفعل جيكسي اتصلت بيها واضطر يكلمها غصب عنه لانه ما عرفش يقفل المكالمه لان جيكسي منعته من ده. وابتدى يتلخبط في الكلام لحد ما قفلت في وشه. وتاني يوم راح شغله وابتدت جيكسي تقول له اطلب ترقيه، انت محتاج تترقى. وبالفعل سمع كلام جيكسي وابتدى مديره بدل ما يرقيه ينزله تحت الدور اللي تحت البدرون. وطبعا اصدقائه عرضوا عليه انه يروح يلعب معاهم كوره، ولكن فيل ما كانش عنده الجرأة وكان خايف جدا لانه بيخسر في كل حاجه يعملها. وطبعا فيل بيكون في سبب خساره فريقه. وطبعا اتخانق من موبايله وحس ان هو السبب في كل حاجه وحشه في حياته، وابتدى يرميه في الزباله. وطبعا ما كملش ثانيتين ورجع له تاني لانه ما كانش عارف يروح ازاي، لانه من غير جيكسي مش هيعرف يعيش حياته. وبينزل تاني يوم وواقف في طابور زي الفل، وراح قابل كيت اللي هي حب حياته اللي كان بيدور عليها. وبسبب جيكسي اخد رقمها وكان طاير من الفرحه، وبيعرض على جيكسي ان هو يجيب لها ورد او ياخدها في موعد غرامي او يقول لها ان انا بحبك مره واحده. فقالت له جيكسي انت مش هتعمل حاجه من ولا دول. وراح يلعب كوره تاني، ولكن المره دي كسب بجد وابتدى ياخد فريقه ويروحوا يسهروا شويه. وبيشكر جيكسي ان هو بسببها بقى جريء وبقى بيدخل حاجات عمره ما كان بيدخلها. وبيبتدي يقابل كيت ويخرج معاها في ميعاد، وخرج معاها بالفعل، ولكنها ما حبتش الكافيه اللي هم كانوا فيه. وبيقول لها انت مالك في ايه؟ قالت له الاحسن ان احنا نروح نركب عجل. وابتدوا يروحوا يركبوا عجل ويستريحوا شويه، وبعد كده بيقابلوا ناس بيسابقوا في عجل وبيروحوا، ولكن بينزلوا من على اعلى منحدر. وطبعا فيل بيتكسر وبتحبه كيت قوي، وبيروح شغله ولحسن حظه زميله في الشغل في اجازه بسبب مرضه. وفيل بياخد مكانه كصحفي وبيترقى وكان مبسوط جدا. وبيتواصل فيل وكيت وبتزوره في البيت، وكيت بتطلب من فيل تقول له سيب موبايلك النهارده استغنى عنه وتعالى اطلع معايا. وبيروحوا يرقصوا ويقضوا الليل ويغنوا. واما بيوصل فيل البيت لانها كانت اول مره يسيب موبايله في البيت ويستغنى عن جيكسي. وبتقول له جيكسي كيت اللي انت بتحبها دي تفرق ايه عني؟ هي معاها الجي بي اس، هي معاها احسن طريق، معاها احسن تواصل. فبيبتدي فيل يقول لها بس دي حب حياتي، وبيسيب موبايله وبيدخل ينام. اما جيكسي بتقول له انت هتدفع الثمن غالي يا فيل. واول حاجه بتعملها انها بتسيبه نايم وبيتاخر على شغله. وقالت له النهارده الطقس زي الفل ومشمس ودرجه الحراره كمان 90 درجه، وبيكون للاسف تحت الصفر، وبينزل بهدوم الصيفيه في الشتاء. وبتقول له
جاكسي ان طريقك النهارده ياخد 3 ايام، لو عايز طريق اسرع اسال حبيبتك كيتي يمكن توصلك احسن مني. ولما بيوصل شغله بيلاقي كل الناس في الشغل بتبص له بصات غريبه، لان جاكسي عملت حاجه من ورا انها بعتت صور مش كويسه لكل الناس. وبيبتدي مديره بيطرده وطبعا بيلم حاجته وبيمشي. وجاكسي بتقول لفيل ان انت بعتهم وانت مش دريان في حفله امبارح، وعدت للشركه كلها كمان. وبيروح لكيت حبيبته ويلاقي معاها حبيبها القديم، وان كان مسافر بره وجه تاني وهيسافر البرازيل وعايز ياخدها معاه، وهي لسه ما قررتش. اما فيل بيقول لها خلاص تمام بالتوفيق ربنا معاكوا، وبيمشي. اما كيت بتروح له وبتقول له مالك يا فيل انت اتضايقت ولا ايه؟ قال لها انا بصي انا حاسس ان انت هترجعي له تاني ومش شرط ان احنا نكمل علاقتنا اصلا. ولكنه بيرجع البيت وبيرجع علاقته بموبايله اللي هي جاكسي، وبيحب الموبايل اكتر حاجه، وبيجيب للموبايل جرابات كتيره قوي علشان متحدثه جاكسي تفرح قوي، وبيعرف انها السبب في كل حاجه وان هي اللي جابت لكيت حبيبها السابق. وابتدى يتخانق مع جاكسي وساب لها البيت وابتدى يمشي. واما جاكسي وسطت عليه العربيات لحد ما كانت هتموته، لحد ما وصل لمحل موبايلات وابتدى يدخل ويلاقي جاكسي بتكلمه في كل حته في كل موبايل، واتكلمت معاه. وابتدى فيل يحدث النظام اللي هو بياخد 5 دقايق. وصل البيت لكيت وابتدى يتاسف لها وانه بيحبها ومعرفش يعيش من غيرها، وبيعرف منها انها كده كده ما كانتش هتسافر مع خطيبها السابق وانه جاي بس يودعها. وبيتجوز كيت وبيخرج معاها وبيرجع شغله. ولما بيفتح تليفونه الجديد بيلاقي جاكسي بتقول له انا اسفه ان انا خليتك كده، وبيقول لها قد ايه انها خلته جريء وانه ابتدى يبقى احسن شخص في الدنيا ويبقى حقيقي وانها السبب في انه يكون احسن. وبتبتدي جاكسي بتودعه، وللاسف مديره في الشغل هو اللي بيلبس في جاكسي اللي بتغير له حياته. وبنعرف من كده يا صحابي ان مش شرط المدمن يبقى مدمن حاجات تانية، ممكن يبقى مدمن موبايل ومدمن اي حاجه بيتعود عليها كل يوم. لازم نكسر الروتين ونبقاش متعودين على اي حاجه في حياتنا. وبيكون كده خلص فيلم النهارده، اشوفكم على خير في فيلم المره اللي جايه.